السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي سميرة أم حاتم فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله يلقاكم في تمام الصحة والعافية وانتم كتشاهدوا. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كيكة التفاح اقتصادية بدون بيض، بدون حليب ولا ياغورت ولا زبدة. خليكم معايا ما تمشيو فين، شاهدوا الفيديو من الاول حتى الاخير تشوفوا المكونات وطريقة التحضير. اقتصادية وكتجي صراحة رطبة. نتمنى تجربوها مع هذا الغلاء اللي كاين. صراحة راه بحال هاد الوصفات الاقتصاديين هما اللي يصلحوا بيد ما ان شاء الله يرجعوا الاوضاع كيف ما كانوا على بركة الله. هنايا كناخذ واحد الاناء كندير فيه واحد كاس ونص ديال الماء، يكون دافئ اولا ديال الروبيني. قل من نصف كاس ديال الزيت، قل من نص كاس عنبه وفاني باش غادي نسمو. واللي بغات دير قشور الليمون دير. غادي نخلط هاد المكونات ومن بعد غادي نضيف السكر سنيده. غادي ندير غير نص كاس عنبه راه كافي اولا قلب شويه باش ما تجيش تاني حلوه بزاف، وكيبقى على حساب نتوما شنو بغيتو الكيكه تجي حلوه كتير بزاف، الحلاوه تكون فيها بزاف ديروا كاس لاروب. صافي هنا غادي نضيف الدقيق. غادي ندير الكاس الاول وانا كنخلط باش يندمج وما تيبقاش مكتل. ومن بعد غادي نضيف الكاس الثاني. العبار راني عبرت بكاس العنبه، والكيسان العنبه يكونوا عامرين، 2 كؤوس ديال العنبه كيكونوا عامرين. وهنايا غادي نضيف 2 خميرات حمر، كل وحده فيها 8 غرام، المجموع 16 غرام. ومن بعد كنضيف ملعقه ديال الخل كبيره على الخميرات الحلوه فوق منها باش كيتفاعلوا. وصافي كنخلط هاد المكونات مزيان. هاد الخل اللي كنديرو مع الخميره راه كيعطينا واحد الكيك اللي كيجي هشيش ورطب واخا ما فيه لا بيض لا حليب. صافي غادي نستمر بحال هكا، غادي نخلط مزيان. غادي نحس بها باقي خصها شويه ديال الدقيق. غادي نضيف ليها تقريبا 4 كأس ديال الدقيق، 4 كأس عنبه غادي نضيفو. المهم الخليط ديال هاد الكيك ما يكونش خفيف وما يكونش ثقيل بزاف، تيكون ثقيل نوعا ما فقط باش ملي كنحطو القطع ديال التفاح ديالنا ما يهبطوش لينا لتحت. انا راه ضفت 4 كأس. ملي كيكون الخليط خفيف راه التفاح تيهبط وكيتخلط، اما الا كان الخليط شويه شاد فراسو راه ما تخافوش كيبقى التفاح ديالكم ثابت الفوق. نتمنى نكون وصلت لكم الفكره. صافي هنا غادي ندخل داك 4 كاس اللي ضفت، درت 2 كؤوس عنبه ديال دقيق عامري مزيان وضفت هاد 4 كاس. صافي هنا بعد ما تحصلت على القوام اللي بغيت، تيكون نوعا ما ثقيل، ماشي ثقيل بزاف ثاني البنات، راه تجيكم مدقسه، تيكون غير ثقيل شويه وصافي. صافي هنايا غادي ناخذ واحد المول ديال الزاج اللي كنكون دهنته تقريبا القطر ديالو بين 24 حتى 26 سنتيم. هذا يمكن فيه 24 سنتيم ولكن حتى 26 سنتيم راه يجي مزيان. دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق وكنفرغ الخليط ديال الكيك فوق منه. ومن بعد كناخذ تفاح بغيتو صغير اولا كبير اللي عندكم. انا هنا درت غير تفاح صغير. صافي كنقطعو شرائح تيكونوا رقاق شويه، ومن بعد كنستفهم فوق من الكيكه على هذا الشكل اللي كتشوفوا. وكيبقى لكم الاختيار في التزيين، ممكن ديروا على شكل ورده، ممكن تعمروها كامله بالتفاح، ممكن ديروا النصف فيه تفاح والنص لا. المهم على حساب نتوما وشنو بغيتوا وعلى حساب الوليدات ديالكم واش كيبغيو لكم التفاح في الكيك او لا. صافي هنا انا غادي نستمر بحال هكا، غادي ندير هاد الدوره هكا في الجوانب في الجانب ديال المول فوق من الكيك. ومن بعد غادي ندير واحد على شكل وريضه من الوسط. صافي غادي نكتفي غير بهذاك القياس وكندخلها للفران اللي كيكون سخون من قبل، ناقصين في العافيه حتى كتحمر، وكنشعل عليها الفوق تتحمر كتاخذ هذا اللون هذا كيف ما شفتوا معايا. وصافي وكنزولوها وكنخرجوها كنخليوها على جنب بيد ما نبغيو نقدموها. وكندهنوها بالمربى، اللي بغات دهنها بواحد 2 معالق كبار ديال المربى وترجعها للفران تشعل العافيه غير من الفوق. اللي بغات تديرها، اللي ما بغاتش غير كدهنها كيف ما درت انا بالمربى وتزينها باش ما بغات. اللي متوفر عندك في الدار زيني به، غير الكوك راه كافي وقاضي الغرض الا كان. صافي هنايا انا خديت الحبوب ديال الشوكولا زينت بهم دوك الوسط اللي ما فيهش التفاح، واللي فيه التفاح درت ليه شويه ديال الكوك.
تزيين بسيط انتوما تفننوا فيها وزينوها كيف ما حبيتوا وباللي متوفر عندكم في الدار. انا هنا قسمت لكم واحد شويه تشوفوا القوام ديالها كيفاش كيجي. المهم بغيت نقول للبنات اللي كتبوا لي في التعاليق سواء في القناه او لا في تيك توك، قال لك كيفاش غادي تجي هاد الكيكه اللي بلا بيض وبلا حليب، غتجي معجنه. انا هنايا ما درتش تسريع الفيديو، خليته كيف ما هو باش نوريكم باللي راه كتجي زوينه يا البنات. راه ما غاديش نكذب عليكم ونقول لكم كتجي 100% بحال الكيكه اللي فيها البيض واللي فيها الحليب، لا، ولكن حتى هي راه كتجي زوينه. بحال دابا حنا في هاد الظروف اللي حنا فيها ديال هاد الغلاء، راه بحال هاد الانواع ديال الوصفات تنديروهم نقدموهم هكا لوليداتنا بيد ما ان شاء الله الاوضاع ترجع كيف ما كانت، ونوليو نديرو الكيكات بالبيض وبالحليب وبالكريمه وبكل شيء. وهاد الكيك كتصلح حتى الناس اللي عندهم الحساسيه من البيض يتناولوها، راه زوينه ليهم. وغادي نخلي لكم الرابط ديال الكيك اللي بلا بيض وبلا حليب وبلا ياغورت وحتى الكريمه ديالته، وان شاء الله غادي نخلي لكم حتى حريشات، كلشي غنخليه لكم في صندوق الوصف. نتمنى البنات الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوها، واللي جربت شي وصفه من الوصفات ديالي تخليها ليا في التعاليق. وما تنساونيش من اللايك ومن البارطاج الا عجبكم الفيديو وشفتوه كيستحق وشفتوا المحتوى ديال القناه محتوى اللي هو زوين وكتستافدوا منه. نتمنى منكم تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء، واللي كيشاهد قناتي اول مره فضلا وليس امرا كنتمنى منكم تشتركوا فيها وتفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصفات السهله والمتنوعه مع حاتم. دمتم في رعايه الله وحفظه، ونتلاقاو في فيديو اخر ووصفه جديده. مع السلامه.